أنا البارح قلت قصيدة عن الوالد الله يطول لنا في عمره، وكان كل من سمعها من الكبار اللي خاصة أبوه يكون متوفي فيتأثر. وتسمحون يا شيخ أبو عبد العزيز، ترى أول مرة تسمعها هذه، باقي ما نزلت في السوق. إيه هذه لسه فريش. إيه نعم. طيب. كنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت أبونا. كنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت أبونا. والله أبونا يرجع مبتسم بس وجهه متعوب، ومن يشوفنا يضحكن عيونه. اي والله عيونه. يجي محمل أبونا أشكال والوان وتظل تلوم بيمن الحنونة. تعبك هذا تعبك لا يا ابو فلان، تعبك هذا تعبك لا يا ابو فلان. تتعب والصغار يضيعونه، لكن يبتسم ودموعه بالعين، لكن يبتسم ودموعه بالعين، ويقول لأم التعب يستاهلونه. كنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت أبونا. يلبسنا حرير وهو محروم، وقميصه من التعب مقلوب لونه. واذكر لا لعبنا الوالدة تصيح، واذكر لا لعبنا الوالدة تصيح. أبوكم نايم أبوكم نايم ولا تفززونا. لحد هاليوم صدق منك نخاف ونجل اسمك يا والدنا ونصونا. يا هنياله يا هنياله اللي سعدك واللي يرضيك، برضاك الجنة ندخلها يا ابونا. اي والله يا ابونا يا ابونا يا غالينا يا ابونا. يبا يا نور عيوني يا يبا يا نور عيوني يا ابو قلب حنوني. يبا يا نور عيوني يا ابو قلب حنوني. يبا لو يسألوني حبك يحتويني، يبا لو يسألوني حبك يحتويني. أذكرك في صلاتي بالدعاء يا حياتي، أذكرك في صلاتي بالدعاء يا حياتي. يبا يا سر ذاتي انت والله غلاتي. اي والله يا سر ذاتي انت والله غلاتي. قالوا مكثر طيوبه ما عرفنا عيوبه، قالوا مكثر طيوبه ما عرفنا عيوبه. ربي تغفر ذنوبه واجعل الستر ثوبه، ربي تغفر ذنوبه. يبا يا نور عيوني طاعتك فرض واجب يا أعز الحبايب، طاعتك فرض واجب يا أعز الحبايب. دمت حاضر وغايب يبا يا نور عيوني. يبا وانت المربي والموجه لدربي، يبا وانت المربي والموجه لدربي. يبا يا كل حبي يا متوج بقلبي. يبا لو يسألوني يبا يا نور عيوني، يبا يا نور عيوني يا ابو قلب حنوني. يبا لو يسألوني حبك يحتويني. اي والله لو يسألوني حبك يحتويني. كنا صغار. يا اخوي والله جزاه الله خير. اطلب منكم حقيقه احرك شجوني للوالد والوالده، ولا نقدر في هذا المقام الا ان نقوم كلنا قياما واحتراما وتقديرا للاب والام. قوموا الله يجزاكم خير، لانهم يشوفوننا في التلفزيون الان نعلن احترامنا لامهاتنا وابائنا، يشوفونا في قناه الوطن. اي والله حبيبي.
جزاكم الله خير. لأننا مهما فعلنا، مهما قدمنا، مهما بذلنا لأمهاتنا وآبائنا لن نجزيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتق، وهذا من سابع المستحيلات. جزا الله أخونا اللبان كل خير. وأنا العادة أني يغلب على أسلوبي الدعابة والضحك، ولكن أرى أن قلبي بدأ يخشع وعيناي تغرورق بالدمع، فلذلك أعتذر من الكلام، ولعل الشيخ العوضي بس يتكلم 5 دقائق حتى تذهب العاطفة التي تحركت. لحنا السمران عاطفتنا قوية مرة، الأسمر معروف قوي العاطفة، أما الأبيض كولد. خلاص كمل هذا من العاطفة.